السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عرفنا ان الساوند ك بيتنطق عن طريق 3 letters او تلات صور ليه. يا اما هيبقى letter C، يا اما هيبقى letter K، يا اما هيبقى C مع ال K. طيب امتى هنكتب letter C وامتى هنكتب K وامتى هنكتب CK؟ لو سمعنا الساوند بتاع الك في اول الكلمة هنكتب letter C، الا في 3 حالات. لو سمعنا بعد الساوند K الإي أو الآي أو الواي، لو جا بعد ساوند K إي أو آي أو واي يبقى على طول مباشرة الساوند بتاع الكي جه مع لتر كي. ليه بقى؟ لأن احنا قلنا قبل كده إن لتر سي مع الثلاث حروف دول بيتنطق زي لتر اس تمام؟ يبقى الطبيعي ان انا لما هسمع ساوند كي في اول الكلمة هيكون letter C هو اللي موجود الا في الثلاث حالات اللي احنا قلنا عليهم. لو سمعنا بعد الساوند ك الاي او الاي او الواي. تمام؟ طيب برضو نفهم ان اخر، يعني لو الساوند بتاع الكي جاء في اخر الكلمة هيبقى letter K. تمام؟ زي مثلا like او fake أو lake مثلا. يبقى لو سمعنا إن الساوند بتاع الك جه في آخر الكلمة يبقى على طول معانا letter K. طيب إمتى بقى بنكتب CK؟ لو سمعنا الساوند بتاع الكي في آخر الكلمة ومسبوق بشورت فاول، زي مثلا كلمة black حط C على طول قبلها. تمام؟ مثلا كلمة back على طول حطينا السي قبل الكي. أتمنى يكون الدرس بسيط ويكون فيه استفادة، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.